فرخة النهاردة هنعملها في كيس حراري في الفرن بتتبيلة جميلة. انا معايا هنا فرخة 1.5 كيلو. معانا معلقة عسل، فلفل اسمر، كاري، وملح وبابريكا مدخنة وخلنجان وصلصة ومية بصل و3 معالق زيت كبار ومعلقتين زبادي، ورقتين لورا وورقتين روزميري. دي هنا هيطريها هو والخلنجان ولورا وروزميري، بس انا مش هحطهم في المرحله دي دلوقتي في التتبيله. هنحط التتبيله بتاعتنا اللي هي عباره عن ميه بصل والتوابل والزبادي والزيت. اخلطهم كويس. هنا بقى همسك الفرخه اتبلها من كل حته، تحت الجلد، بين عند الوراك، في كل حته ادخل التتبيله واشربها بيها. هنا هبدأ اسيبها ساعة في التلاجة في التتبيلة بتاعتها. هنا بقى بعد ما سبتها في التلاجة شوية هبدأ احط اتني الجناحات تحتها واحاول يعني اظبط شكلها كده. ادخلها الكيس الحراري. وهنا انا مقطعه خضار، جزر وبطاطس، حطيت عليهم ورق اللورا والروزميري وعيدان. هقفل الكيس بعد ما حطيت الخضار، اقفله كويس. وبعدين احطها في الصينية واجيب التتبيله بتاعتها، احط فيها كوبايه ميه واحطها، مش هرميها، هحطها حوالين الفرخه تستوي فيها. الريحه بتبقى جميله جدا، جربوها هتعجبكم. اهو بالشكل حطيتها في الفرن سخن. ايوه شكلها معانا هنا. هنا بقى انا قطعت الكيس عنها حواليها كده عشان تاخد وش وتحميره. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. واهو حطيت الخضار حواليها. الخضار طعمه تحفه، ممكن تقدميها جنب رز. جربيها بالطريقة دي هتعجبك قوي. بألف هنا وصحة على قلوبكم.